الله يستر ان شاء الله على اعدائه ان شاء الله. كان خلى حدها نظيفه. الله يخلينا اندومي يا رب. والله اللي اخترع الاندومي انسان شركه اندو فود سيس ماكامور جاكرتا اندونيسيا. الله يا رب احفظ لنا جاكرتا يا رب. احفظ لنا يا اخي يكفي ان جينا منهم اندومي. شغالات يتعبون على راحتنا. سواقين مهندسين. الله يا رب يعني من جد جاكرتا يعني الله يطول عمرهم. هذه في اندونيسيا الله يطول. اندونيسيا في شرق اسيا وسط اسيا شرق المملكه العربيه السعوديه وشرق المحيط المتجمد. اول يمين شفت تلف سيده تلف يمين تلقى جاكرتا جنبها. بس صدق يعني يا كوكو يعني الاندومي وجبه يعني يكفي انه عليك بس تحط ماي حار انت الموضوع. قطع دجاج باللحم لحم بقري سلطه البهارات يعني خلينا نشوف يعني لو نوضح لك يا كنترول انت عبد الله ممكن توضح معي عبد الله؟ تفضل. يعني انت الحين جوعان مثلا تطلب بالمطعم ولا المركاز يطول بعدين حتى طريقة الفتح ممكن تسوي. لا عبد الله ممكن تفتح لا هذه طريقة ممكن طريقة اوكي وانه طريقة سهلة مرة يعني سهلة يعني شوف التصميم والابداع. طبعا لو حطوا الشوكة واقفة راح تخرج من هنا صح ولا لا؟ لكن كيف طريقة التصميم؟ لا تنسى عبد الله انه مغلفة عبارة عن غلاف بلاستيكي يحفظها من ثم انا اتوقع انها تغسلت 100 مرة قبل ما يعني ما شاء الله. شوف النظافة في في الكيس حق هذا. بعدين شوف طريقة كيف فتح شوف الله. عيد من اول عبد الله. لا خلاص يبغى نفتح حدث جديد. ايوه نفتح طيب خلاص. لا يعني مثلا يعني عادي كنترول يعني راح ناكل الحين. راح اسوي لي هذا ان شاء الله وعبد الله يسوي مثلا هذه طريقة فتح الشوكة العجيبة. اوكي ماشي. لا هذه طارت فيه شو اسمه يعني هذه طارت شوي. لا شوف اسمح لي يا استاذ عبد الله القحطاني. تفضل دكتور عبد الله. هذا ايش يسمونه شيول. الشيول ليش؟ شوف يشيل. طب كلمة لكن ماخوذة من ايش؟ ها شيول يشيل شيلا. ايه شويل صغير شويل. بس لا شويل شوف في الموضوع ها كيف الله يا اخي عبد الله. بعدين شوف يعني يذكرك بايش سبحان الله زي اليد. شوف مفصل مظبوط. شوف المفصل. طيب عبد الله لو نتكلم عن الخامه المصنوع منها يعتبر صحن. يعني انت الحين تحط الماي هنا وتاكل يعتبر صحن. فلو تقول لنا هذا الخام مصنوع من ايش؟ الا بالنسبه للعلبه نعم هذه طبعا نشوف احيانا العلب اللي والله لو انا صاحب اندومي لا انبسط عدها. يا خلنا كمل حبيبي. العلب اللي تستهلك مثلا من المياه نعم العلب هذه البلاستيكيه ايوه يرمونها الناس صح ما يهتمون فيها. يجون عمال النظافه يجمعونها وبالتالي يودونها للمصنع. المصنع هذا يصنع منها العلب. الله ويحط فيها تحيه للمصنع. الله يطول العلب. الله يطول عمرك يا مصنع اندومي يا رب. طب عبد الله تقدر تشرح لنا طريقه وضع البهارات بطريقه يعني تكاد الا ترى بالعين المجرده؟ طيب الان طبعا زي ما انتم شايفين هذه انا ابغى بس اعرف وين الكاميرا هنا ولا هنا؟ وين يا استاذ؟ او هنا كوكو هنا كوكو ايه يقول لك هنا. طيب الموضوع انه كيسين لازقه في بعض. نعم ماشي. يعني وضح انه في مفصل في النص. مفصل هذا بس نعم. ينفصل قطك زي ما انتم شايفين. بس شوفوا لا شوف الطريقه الابداع في تصميم الكيس انه ممكن تسوي كذا بدون. تحيه لمصنع الكيس. طيب نلاحظ هنا طبعا عبد الله وضح لهم ايش اللي موجود في هذا. في الموضوع انه ايش طبعا المفروض صحيا وادبا في التعامل مع الاكياس. بهارات وصلصه. الصلصه هذه صوص. المفروض انه ايش تسوي قبل ما تفتح هذه؟ تحيه للضربات هذه. بعدين شو انا بالله تحيه للضربه هذه عبد الله. للضربه هذه. طيب تجي مثلا الان تبغى تفتح هذا اوكي؟ ماشي يعني شوف الطريقه ركز على الطريقه عشان اركز بس. ماشي شوف
الله لما الله. العجيب الغريب في الموضوع انه شوف ينفتح المكان الفاضي، لكن لما توصل مكان المليان ايش تسوي؟ تاخذ لك لفه هنا. الله. شوف يا كنترول يعني إيه. طيب طب استاذ عبد الله تقدر يعني استنى لسه في سؤال الجمهور، اسئله كثيره يعني عبد الله. طيب تفضل. يعني اسئله كثيره. لماذا الصلصه مع الصوص وقطع اللحم البقري في كيسا لحاله وكويسا؟ طيب انا اقول لك، اوضح لك. الحين زي ما احنا شايفين طبعا هذا الكيس ما في مفصل. ليش؟ عشان يتسع لاكثر عدد من قطع اللحم البقري. تحيه للحم البقري عبد الله. تحيه لحم الدجاج الماء. تفضل. ما حينا البهارات. تحيه البهارات. فالموضوع انه هذا يعني يكون فيه اكبر عدد ممكن من قطع اللحم البقري والخضار. لا فوسيو لا بيبير لا باتونيا لا بهارات ولا غابو. نعم. نجي طبعا قص القطع مو من نص مثل هذيك، لا. سيك لا بور سي لا بيبا نيغا تو نص قيت برتاحت. الموضوع انه شوف من وين. شوف يا ريت ركز خلاص شوف. تحية لفرنسا. ها ايش؟ بلا تسقيف. اوكي طيب. هذا شنو هذا؟ هذا الموضوع يعني شوف الله. انت ايش تسوي؟ يعني مثلا باصبعك الصغيره حتى بامكانك. ها شوف ماشي مغيبو زي ما انتم شايفين طبعا عشان يتضح. يعني لو تعطينا عبد الله يعني نبذه بسيطه عن كيفيه. راح اوريهم ان شاء الله. بس زي ما انتم شايفين الحين، بس توريهم المكونات. طيب استاذ عبد الله كيف تم يعني كيف تم تعبئه هذه الاكياس بالمواد اللحميه وكيف تم هلا بالك ذا ما في لحم. لا والله في قطع. والله ما هذا لحم عبد الله. لا يا رجل والله لحم بقر هذا والله. ايوه. طيب لو نشوف المكونات الوجبه او الكيس اللي فيه طبعا فيه كلوكس كورن فليكس اللي هو هذا انتم شايفينه القطع الصغيره. شوف. وجزر مطحون. ايش الاحمر ذا عبد الله؟ شو هذا؟ لا يا ابو عبد هذا يعني لحم بقري وبصل وكراث عليك وجه الله ان في بصل وانا اكل فيه لي شهر. لسه ما كان منا موضوع البهارات وكيف توضع. طبعا قبل احنا نسينا شيء مهم جدا. المكرونه كيف داخلها وكيف الماده الصلبه. مكرونه كيف غير صعبه. خلاص يعني انت لما تجي يعني ماده صعبه جدا، لكن مع الماء الحار مع الماء الحار يعني تبدا تذوب وممكن انك تكون احسن وجبه من. طيب نسوي له وجبه علشان نثبت طيب. للعالم. اوكي بس نحط البهارات قبل. اول عبد الله ما شرحنا لهم طريقه تركيب الاندومي. يعني لو يلاحظون اعزائي المشاهدين يعني طبعا تقدر تقول لنا شلون المخترع فكر انه يعني ييبسها على قولتهم. طبعا اول شيء مما تتكون المكرونه، يعني ايش هي هذه الوجبه هذه؟ وش هي؟ دقيق القمح. نعم. زيت نخيل مكرر. نعم. دقيق تابيكوا. نعم. ملح. نعم. كربونات الصوديوم. نعم. كربونات البوتاسيوم. لكن كيف انها تكونت بالشكل الحلبوبي؟ خلاص ايش الموضوع؟ الموضوع عندهم مواصير نحيفه يعني خفيفه مره. نعم. رفيعه. والله. عارف ازاي؟ رفيعه وفوق يعني زي كذا وهنا النحيفه. ايوه. يضغطون يعني كذا عشان يطلع نحيفه. لا في نفس الماسوره يمكن. لا في المصنع انا المشرف حق اداره الموظفين. بيحطوا الدقيق والقمح هذا في الماسوره، وبعد ما تتجمد ايش يسوون؟ تطلع خلاص ويبدون حبه حبه. طبعا هي وقت ما تطلع من الجهاز هذا تكون ناعمه،
خلاص. ايش يسوون؟ يحطونها في زي الطبق. خلاص. ايش تسوي؟ هي تتخاصم مع بعض، تتعارك. لا انا انت، لا انت انا مكاني ما مكاني، حتى ايش يصير؟ لا بسيو بريباراتور الشكل اللي انتم تشوفونه ميرسي بورا. لا بسيو لا بسي قبلو تتغارك زغين عمغاني غيز لابون الى باسيو تاع بينيو بروغيت زي لا باني غير بونجو. والله كل هذا انا قلتها. ايوه. طيب فتصير ايش بالشكل هذا، بحيث انك لو سويت كذا يعني زي ما انتم شايفين ما يجي شيء، ما في. لكن مجرد انك تحط الماء الحار